السلام عليكم ورحمة الله. وصفتنا لليوم مندي اللحم بقدر الضغط بطريقة سهلة ومميزة، والنتيجة بتذوقوا قلب مندي لحم بالبيت مع طريقة مفصلة لعمل الأرز النثري بكل خطوات نجاحه، والطعم رهيب جدا. ولمعرفة طريقة عمل مندي اللحم والأرز النثري تابعوا خطوات العمل. الصورة الموضحة للأرز هو الأرز المستخدم في الوصفة. ما شاء الله، الأرز الموضح رهيب جدا، جربوه، حبته طويلة وكمان ما يتكسر ولا يتعجن. ولعمل المندي باللحم بنبدأ بتنقيع الأرز. بنحتاج 3 أكواب أرز بسمتي طويل الحبة. بنغسل الأرز تمام، وبعدين بننقع الأرز بماء ساخن لمدة ساعة كاملة. وبعدين بننتقل لتجهيز تتبيلة اللحم. بنحتاج نصف ملعقة صغيرة كركم، ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، وربع ملعقة صغيرة صفار الزعفران، ونصف ملعقة كبيرة ملح أو حسب الذوق، و4 ملاعق كبيرة زيت نباتي. بنخلط التتبيلة تمام. وكده صارت تتبيلة اللحم جاهزة. وبعدين بننتقل لتتبيل اللحم. معي هنا لحم غنمي قطعت مفصل الفخذ حتى يسهل علينا وضع الفخذ في قدر الضغط. ممكن تقطعوا اللحم قطع صغيرة حسب رغبتكم. بنوزع التتبيلة على اللحم من الجهتين مع فرك اللحم تمام حتى تتوزع التتبيلة لجميع أنحاء قطع اللحم. وبعد ما خلصنا تتبيل اللحم بننتقل لتجهيز قدر الضغط يلي بنحط فيه قطع اللحم. بنحط بأسفل قدر الضغط كوب إلا ربع ماء، وبنحط الشبك يلي تابع لقدر الضغط. ممكن تستخدموا أي شيء متوفر، مثلا صحن صغير نحطه بالمقلوب، أو فخارة نحطها كمان بالمقلوب، أو حجر أو أي شيء ممكن يكون عازل بين الماء واللحم، ونضمن إنه اللحم ما ينحرق ويستوي اللحم براحته ويصير اللحم طري جدا. بنرص قطع اللحم بقدر الضغط، وبنحط للتبخير فحم أو جمرة حتى يكتسب اللحم طعم المندي الأصلي. بنبخر اللحم قبل الاستواء. خطوة التبخير قبل الاستواء بيعطي للحم طعم لذيذ جدا. ممكن نسوي خطوة التبخير ونخلي قدر الضغط مكتوم مدة 2 ساعات قبل الاستواء حتى يتشرب اللحم التبخير والتتبيلة ويصير الطعم ألذ. وبعد التبخير بنشيل الفحم من قدر الضغط بعد مرور 10 دقائق، وبعدين بنسكر قدر الضغط وعلى نار عالية حتى نسمع صفارة قدر الضغط، وبعدين بننقص النار وعلى نار هادئة لمدة 45 دقيقة أو حسب عمر الذبيحة. وبعدين بننتقل لطبخ الأرز. بنحط في قدر على النار شوية من دهن اللحم، بيعطي للأرز طعم لذيذ. بنسيح دهن اللحم شوية، وبعدين بنحط بصلة صغيرة مقطعة قطع صغيرة، وبنقلب حتى ينشف البصل من الماء تماما. وبعدين بنحط 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي، وبنقلب تمام على نار هادئة، وبنضيف البهارات الصحيحة التالية: قرفة، ليمون مجفف، فلفل حار مجفف، وورق غار، كمون حب، وكزبرة حب، وفلفل أسود حب، وهيل وقرنفل. بنحطهم على البصل وبنقلب تمام.
وبعدين بنحط نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم، وبنقلب تمام على نار هادئة حتى ما ينحرق البصل والثوم. وبعدين بنضيف 5 أكواب ماء. وبعد غليان الماء بنضيف نصف ملعقة كبيرة ملح. وبنحط الأرز بعد ما ينشف من الماء تماما، وبنخلي الماء يغلي حتى تظهر حبات الأرز. دي الخطوة مهمة عشان يصير الأرز نثري وما يتكسر ولا يتعجن. وبعد ما ينشف ماء الأرز بنغطي القدر لمدة 5 دقائق. وبعدين بنفتح القدر وبنحط صفار الزعفران. حطيت ربع ملعقة صغيرة صفار الزعفران مع شوية مرق اللحم يلي نزل من اللحم أسفل قدر الضغط، بنحطه على الأرز بيعطي طعم حلو للأرز. وممكن كمان نسوي خطوة التبخير بذي المرحلة للي يحب طعم الأرز فيه نكهة التبخير. وبعدين بنغطي القدر على نار هادئة لمدة ربع ساعة. وبعد مرور فترة استواء اللحم بنفرغ قدر الضغط من الهواء، ومثل ما تلاحظوا ما شاء الله اللحم مستوي تماما، ورائحة المندي كأنكم في أشهر المطاعم الحضرمية للمندي. وكمان مثل ما تلاحظوا الأرز بعد الاستواء ما شاء الله الأرز مستوي تماما ونثري وحباته طويلة وطعمه لذيذ جدا. جربوا الطريقة، متأكدة بتعجبكم. وبعدين بنصب الأرز في صحن التقديم. وبنرص اللحم على الأرز، وكذا صار ألذ مندي باللحم جاهز. طريقة المندي مميزة والنتيجة رائعة. وبعد ما نحط اللحم بنحط على اللحم من مرقة اللحمة يلي أسفل قدر الضغط. المرقة يلي تنزل من اللحم أثناء الاستواء بنحطها على اللحم بعد الاستواء، بتعطي طعم حلو جدا للحم. وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. شكرا للمتابعة. في أمان الله.